السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم حبايب قلبي معايا في وصفة جديدة من وصفات مني. النهاردة هنعمل كيكة البرتقال، هنعملها بطريقة حلوة جدا، هتطلع هشة معانا وهتاخد تسوية حلوة جدا من فوق ومن تحت، وهحط عليها بس معلقتين، ده سر معايا في الفيديو، تابعيني هتشوفي هي هتطلع كده ازاي وعالية وطرية، وبجد ريحتها هتقلب البيت كله. لو انتي لسه مبتدئة هتنجح معاكي من اول مرة ان شاء الله هتعجبك. دي المقادير اللي انا هشتغل عليها. نقول بسم الله. دي الكوبايه اللي انا هعاير بيها اي حاجه هحطها على الكيكه. عايرت بيها 2 كوبايه دقيق وعليهم رشه ملح وباكو بيكنج باودر كامل، وكوبايه سكر عادي من البيت، و4 بيضات بدرجه حراره الغرفه، و2 برتقانه. 2 برتقانه ممكن ما اخدهمش كلهم، ودلوقتي هنشوف مع بعض. وكمان حطيت نص كوبايه سمنه على زيت، ودي بقى سر برضو من اثار ان الكيكه هتطلع طريه معاكي وهشه في نفس الوقت، وهتدي طعم حلو جدا وريحه هتقلب معاكي الدنيا، بجد هتبقى جميله جدا. جربي الخطوه دي مش هتندمي خالص. ومعايا طبعا فانيليا. اول حاجه هعملها طبعا في رشه ملح على الدقيق، هنزل باكو بيكنج باودر كامل على الدقيق وهنخله كويس جدا، ودي برضو خطوه مهمه. الكيكه بتاعتنا سهله خالص يا جماعه، ما فيهاش اي تعقيدات. نخلت الدقيق كده واخليه على جنب. هاخد البوله بتاعتي هنزل بيها بقى بالسكر كوبايه، وكمان السمنه على الزيت نص كوبايه زي ما قلنا. عايزه تعمليها بالزيت بس انا بنصحك حطي كمان معلقتين سمنه على الزيت، بجد هتطلع طعمها حلو جدا. وهضرب دول كويس كده مع بعض، يعني مش كتير، لحد بس السكر ما يبدأ يدوب شوية. لو ما عندكيش مضرب ممكن تعمليها في الخلاط عادي وهتطلع ناجحة جدا، وكمان ممكن تعمليها يدوي بالمضرب اليدوي على ايدك عادي جدا، برضو هتطلع تحفة وهتطلع ناجحة. هنزل بقى بالبيض بتاعي 4 حبات بيض. انا افضل ان انتي تختبري البيض الاول قبل ما تحطيه على اي مكونات، او تفتحي البيضه من فوق كده وتشوفيها اذا كانت كويسه ولا لا. بالطريقه دي نزلت بيهم كلهم، وعليهم نص معلقه صغيره فانيليا، واخد برتقانه من البرتقانتين اللي انا محضراهم. هاخد بس بالمبشره كده القشره اللي بره دي بالشكل كده، واحاول كده ما اوصلش للحته البيضه اللي هي جوه علشان ما تمررش معايا الكيكه، لحد ما اخلص البرتقانه كده بشرتها كلها. برتقانه واحده بس كفايه على المقادير دي، وهضربهم كده كويس جدا مع بعض لحد ما الكل يمتزج مع بعض كويس جدا، والسكر يدوب والبيض ياخد كده هشاشة كويس من الضرب. هاخد بقى البرتقانة واحاول ان انا اعصرها كده بالشكل ده، واخد منها المية اللي فيها. لو انا مش عندي العصارة بتاعت البرتقال ممكن اعملها، دي فكرة كده، ممكن اعملها على ظهر كوباية برضو هتعصر معانا وهتبقى حلوة جدا كده بالشكل ده، لحد ما نطلع كل اللي فيها. وهصفيها كويس جدا. اهم حاجة ان انا اصفي البرتقال من الحاجات اللي فيه كويس جدا، يبقى معايا عصير كده صافي. وهاخد كده مقدار كوباية الا ربع. وهنا بقى السر اللي هيخلي بجد الكيكة طرية وطعمها لذيذ قوي معاكي، هحط عليهم معلقتين لبن كبار، هكمل بيهم الكوباية وهنزل بيهم كده على الخليط وهضرب كويس جدا. الخطوة دي حلوة جدا، جربي تحطي اللبن على البرتقال بالشكل ده، بجد روعة روعة روعة، مش هتصدقي طعمها حلو ازاي. نزلت بالدقيق بقى دفعة واحدة، وهديهم كده ضربتين مش كتير بالمضرب او بايدك عادي مفيش مشكلة. وده القوام الكيك اللي هيطلع معايا بالشكل ده. هجيب صينية مقاس كبير، انا عملتها في مقاس كبير، هتطلع معايا برضو مرتفعة وحلوة جدا. اكبر صينية عندي عملت فيها ونزلت عليها كده، بطنتها بالدقيق، دهنتها سمنة وبطنتها بالدقيق بالشكل ده. وهنفض الصينية كويس جدا، وهنزل بقى بالخليط بتاع الكيك.
هوزعه كويس جدا في الصينيه. بصي الخليط سهل ازاي، هيتوزع كويس جدا بالشكل ده. بصوا هي لونها حلو ازاي، انا ما حطيتش طبعا ولا لون ولا اي حاجه، وهي طلعت كده لونها حلو معايا من قبل ما تدخل الفرن. وهبدا اوزع كده الخليط وههبدها كده هبدتين على الرخام علشان خاطر لو فيها اي هوا هدخلها على درجه حراره 180 الرف الوسطاني، وهسيبها لمده 10 دقايق. 10 دقايق ما افتحش عليها خالص. انت هتشمي ريحتها، اول ما تشمي ريحتها كده هتفتحي هتلاقيها، هتختبريها هتشوفيها استوت معاكي. هي خدت معايا من 10 دقايق لربع ساعه، اقل من ربع ساعه كمان. هختبرها بالخله كده. وبعدين لو انت الفرن بتاعك كويس هتولعي عليها الشوايه، او ما يعني لو الفرن كويس ما تولعيش الشوايه لو لسه ما احمرتش من فوق. هتولعي الشوايه تاخد لون كده حلو، وهتطلع معاكي باللون دوت حلوه جدا. تعالوا بقى نعزز طعمها اكتر ونخلي شكلها شيك كده واحنا بنقدمها. هجيب معلقتين عسل كبار او 3 معالق وهي لسه سخنه من على النار، لسه نازله من على النار سخنه، ما سبتهاش بردت لا خالص. هحط كده العسل واوزعه كده على الوش، وبظهر المعلقه بتاعتي ابدا اوزع العسل كويس جدا بالشكل ده. ما سيبش حته فيها الا لما اوزع. وبالذات الحروف هي طريه معايا، مش ناشفه خالص، ومن الحروف كمان. بس بجد الخطوه دي حلوه جدا، بتديها لمعه من فوق وبتبقى طريه قوي، بتديها برضو طعم حلو جدا. احنا كده عززناها بجد باللبن وبالعسل وبالعصير، بجد فيها مكونات حلوه جدا ومفيده جدا. بصوا بالشكل ده. خلاص كده وزعت كل كميه العسل عليها. هجيب بقى معلقتين جوز هند كبار وهبدأ ارش كده. المهم ان انا وانا برش ما اغطيش الكيكة واضيع ملامح الكيكة مني، لا انا هخلي برضو الكيكة باينة شوية عشان تدي شكل جمالي في الاخر وشكل حلو. هيبقى شكلها حلو قوي في التقديم لما تقدميها بالشكل ده. بصوا شكلها حلو ازاي. هبدأ بقى اقطعها. انا بصراحة قطعتها على طول، ما سبتهاش لما يعني الحرارة راحت منها شوية، بس انتي سيبيها بس تهدى شوية وبعدين قطعيها. انا علشان التصوير قطعتها على طول. وهجيب بقى حتة كده من الجنب، مش هجيب من النص عشان اوريكي كمان هي برضو من الجناب طالعة مرتفعة معايا ازاي، مش من النص بس، لا هي كلها واخدة مستوى واحد وحلوة جدا. بجد ريحتها يا جماعة بجد حلوة قوي، كانت عاجبانا. وهي بصراحة خلصت يعني، هي مش هتقعد كده يوم عندك في البيت، انت هتعتمديها جدا يعني هتعمليها كل يوم. بصوا عليها ازاي، واخدة لون حلو شايفين، وطرية جدا، طالعة اسفنجية معايا، ما حطيناش مكونات كتير، سهلة جدا بدون تعقيد. طلعت التسوية من تحت ومن فوق ومن الجناب روعة بجد. بصوا عالية ازاي وشكلها حلو جدا. يعني القطعة ما تحطيها بالشكل ده. ودي حتة من النص برضو واخدة نفس العلو بتاعها، من الجنب ومن النص نفس العلو، عشان خاطر مقدار الكيك معايا ولا كان تقيل ولا خفيف، فكان اتوزع في الصينية بشكل حلو جدا. فاخدت تسوية من كل الجوانب بنفس الارتفاع كده زي ما انتوا شايفين، بجد روعة. دي بقى تاخدوها كده جنب كوباية شاي، جنب كوباية شاي بلبن، كوباية النسكافيه بتاعك، حلوة جدا روعة. مش هتبطلي تعمليها يعني، اعملي لك كده صينيتين كده وخليهم، لان هي هتخلص بسرعة قوي بجد، حلوة قوي مش هتصدقي طعمها. بس كده وقدمتها بالشكل ده. ودي كانت وصفتي النهاردة، يا رب تعجبك ان شاء الله تعجبك، بجد انا متأكدة ان هي هتعجبك طبعا. ودي كانت الكيكة بتاعتي، واستنوني بقى في وصفة جديدة مختلفة تماما على قناتي. وشكرا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.